ايه ده الخشوع فين يا عم؟ انا جدعان مفيش خشوع خالص يا جدعان، محدش يشوف لنا شيخ يا جدعان في الموضوع ده. الخشوع فين يا جدعان؟ السلام عليكم. وهو ده موضوعنا النهارده، عن الخشوع في الصلاه. وده كان تاني سؤال خد بقى اللي هو التوب 10 كومنتس. كان سؤال بيقول ازاي اخشع في الصلاه، ازاي قلبي يحس بكل ايه. وكان في سؤال تاني من التوب 10 كومنتس برضو بيقول ازاي اخشع في الصلاه واحس بالخشوع. فهنجمع الاثنين في حلقه النهارده، الخشوع في الصلاه. خلينا الاول نبدا بيعني ايه خشوع. ابن القيم بيقول تحريف للخشوع جميل قوي، يعني تحسه بقلبك كده. ابن القيم بيقول الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. يعني وانت بتصلي تحس ان اللي بيصلي هو قلبك. قلبك هو اللي بيقرأ، هو اللي بيركع، هو اللي بيسجد. الإحساس ده كده اسمه خشوع. والخشوع من أعمال القلب. وخلينا نقول كده يعني إيه أعمال قلب؟ الأعمال يا قلب يا جوارح. وأعمال الجوارح في الأصل كلها بتصب في القلب، إنك توصل في الآخر إنه القلب اتربى على حب ربنا وعلى التعلق بالطاعة وعلى كره المعصية. هو ده اللي في الآخر يوصلني إني أبقى عبد لله كما يجب. طيب أنا إيه اللي يوصلني للخشوع؟ هنقول في 3 نقط كده إزاي بإذن الله كلنا نوصل للخشوع. أول نقطة فيهم إنه عشان أحصل على الخشوع لازم أكون عارف إن الخشوع ده رزق من الله سبحانه وتعالى. فبص لحالك قبل الصلاة، هو ده اللي يؤدي بيك للخشوع. بمعنى يعني ايه؟ انا دلوقتي كنت ماشي في الشارع عمال اشتم في الناس وبتصل في التليفون عمال اتخانق مع واحد واشتمه ومش عارفه ايه ومولع سيجاره وماشي الدنيا بايظه خالص. وبعد كده طلعت البيت فقمت متوضي واقف اصلي، وبعد ما خلصت قلت الله هو فين الخشوع ده؟ ما جاش صحيح. طب هيجي منين اصلا؟ انت قاعده بتتكلمي في التليفون فعماله بقى تنمي على فلانه وشفتي قالت عليكي ايه ده فلانه كانت لابسه لبس مش عارف شكله ايه، وعماله تنمي وتغتابي في الناس. وبعد ما خلصتي قمتي قايمه متوضيه وقايمه تصلي فبتقولي ايه ده؟ هو فين الخشوع؟ لا تقدم لله ما يكره ثم تطلب منه ما تحب. يعني ما ينفعش ان انت تعمل كل اللي ربنا بيحبوش منك وبعد كده تقول له يا رب فين الخشوع. يا اخي كسف. تاني حاجه الوضوء. مين فينا بيتوضى يا جماعه؟ انا عايز كده لما اسال السؤال ده كل اللي بيتوضى يرفع ايده. ها مين فينا بيتوضى؟ اهو كلنا رفعنا ايدينا صح؟ طيب لكن انا عايزك تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عن الوضوء. ايما رجل قام لوضوئه يريد الصلاه ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع اول قطره، فاذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع اول قطره، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئته كيوم ولدته أمه، فإذا قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة، وإن قعد سالما. فلو توضينا بالطريقة دي هيبقى ده الوضوء الصحيح. هيلا مين بيتوضى بقى؟ ارفعوا ايديكم مرة تانية. خلونا بقى لما نسأل مين بيتوضى المرة الجاية كله يرفع ايده. استحضار انك هتقف بين ايدين ربنا فبتتطهر من ذنوبك عشان تقف. طيب وايه تالت نقطة؟ تالت نقطة الصلاة شخصيا. احنا لما بنقف نصلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. مين دي؟ ايه دي؟ ده كده الفاتحة؟ مين بيقرأها كده؟ ده كلنا تقريبا يعني. مع انه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن رب العزة في الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي، فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل، فإذا قال
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني كل اللي انت دعيته في الفتحة ده يتقبل منك من الله سبحانه وتعالى. يعني هو دي الفتحة، هي دي الصلاة. فلما تقرأ الفاتحة كده وانت بتسمع كده بقلبك وبتشعر بقلبك بربنا وهو بيجاوبك، هيبقى احساسك بالصلاة ايه؟ اكيد هيبقى مختلف تماما. في حاجات كتيرة تانية معينة للخشوع في الصلاة، مثلا ان انت تغير في الايات اللي تقرأها. مصر كلها بتصلي بقول هو الله احد كله، لا يعني غير في الآيات اللي تقرأها بعد الفاتحة، غير فيها، استخدم آيات تانية. النظر لموضع السجود وانت بتصلي، ما تبقاش راسك رايحة جاية وطالعة نازلة ويمين وشمال وبص حواليك، لا هو النظر لموضع السجود. انك تغير في الأذكار بتاعة الركوع والسجود، بلاش سب 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 سب. حاجة تانية غير سب 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 سب. قول بقى يعني، حتى على الأقل دي قولها سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. طيب جدد في الأذكار، كل ده هيساعدك للخشوع. وفي كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام ناصر الدين الألباني، ده كتاب رائع جدا وفيه الأذكار بتاعة الصلاة المختلفة، ده يساعدك على الخشوع. لكن هرجع وأقول تاني، أهم النقط هي أول حاجة حالي قبل الصلاة، 2 أنا إزاي بتوضى وبتهيأ للصلاة، 3 أنا إزاي واقف في الصلاة بين إيدين ربنا، وقبل كل ده اللجوء لله سبحانه وتعالى بالدعاء، إنه تدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يرزقك الخشوع. رزقنا الله وإياكم الخشوع. ودي كانت الحلقة الثانية، تابعونا بقى إن شاء الله في الحلقة الثالثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.